ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرباج. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة تقيلة، حلقة مثمرة فيها أخبار كتيرة. مش هطول عليكم، هنتكلم في 3 مواضيع النهاردة. أول موضوع فوز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في عقر داره وفي جروة. الموضوع الثاني إقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا على يد شباب بلوزداد. واخر موضوع هيكون معانا الرد على تصريحات كابتن اسامه حسني اللي قالها على قناه النادي الاهلي عقب مباراه الاهلي والقطن. اتمنى تتابعوني، مش هطول عليكم ويلا بينا نخش على طول في موضوعنا. اهلا بكم مره تانية. نبدا بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الحقيقه انتصار الاهلي النهارده في جروه انتصار رائع، انتصار كبير. الاهلي حتى في عز ازماته بيقدر يحقق ارقام قياسيه. بتحقيقه رقم جديد عليه، هو اكبر انتصار في تاريخ مواجهات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا خارج الديار. كانت اكبر نتيجه قبل كده 3-0. النهارده الاهلي بيكسر هذا الرقم وبيحقق رباعيه على القطن الكاميروني في ديار. المفروض ان احنا بقى النهارده نفرح ولو حبة صغيرين، لأن يعني تجددت أملنا في البطولة، وأصبح حتى لو حصل تعادل بين صن داونز والهلال فرص الأهلي إن شاء الله أكبر في الصعود وتعويض بقى اللي حصل. الحقيقة النادي الأهلي فيه سلبيات وفيه إيجابيات زي ما قلت لكم، تحطيم الأرقام وعودة الروح وعودة الانتصارات دي من الإيجابيات، لكن السلبيات إن في عندنا في مشاكل الصراحه في الفرقه. انا بشوف يعني مباراه القطن النهارده ما تقدرش تحكم عليها او على الفرقه من خلالها، لان مش عايزين ننسى ان القطن لعب 5 مباريات في هذه البطوله، خسر في ال5 مباريات. بمعنى ان هو فريق ضعيف، فريق ضعيف جدا فنيا وفريق ضعيف. يعني مش هينفع ان انت تحكم على الفرقه من خلال هذه المباراه، ولكن انتصار كبير، انتصار مهم جدا. فرق الاهداف الكبير ده كان مهم جدا. توقيته مهم جدا. ان شاء الله ان شاء الله يعني نتمنى بكره الهلال وصن داونز تكون نتيجه ايجابيه لصالح النادي الاهلي، وهيكون في حلقه ان شاء الله بعد هذا اللقاء. الموضوع الثاني نادي الزمالك، والحقيقه هارد لك جماهير نادي الزمالك الكبيره والعظيمه. خساره تزعل، خساره تزعل بجد، خسارة تزعل لأسباب كتير جدا. أول حاجة الخصم شباب بلوزداد، مع كامل الاحترام لهذا الفريق، هو واضح إن هو فريق شباب ما عندهمش خبرة. عندهم خفة ورشاقة وسرعة، بيباصوا حلو، لكن ينقصهم الخبرة بشكل كبير جدا. وأنا يعني بشوف إن الزمالك النهاردة ضيع فرصة كبيرة بصراحة في الفوز. وفيريرا أنا شايف إن أدار المباراة بشكل سيء جدا، وكان أحد أهم أسباب خسارة الزمالك تغييراته وأسلوبه إزاي لعب المباراة. يعني فرقة، معلش الزمالك فرقة كبيرة، فرقة عظيمة، الاسم قيمة الاسم. أنت راجل كمدير فني أنت لازم تستغل هذه القيمة في صالحك. يعني شباب بلوزداد بيلعب مباراة قدام الزمالك، لا الزمالك هو الاسم، أنت يعني هو الفريق الأتقل، هو اللي اسمه ليه وزن. يبقى انت كان لازم تستغل ده في المباراة. قدامك المنافس واضح جدا ان هم شباب صغير بيجروا بالكرة وفرحانين وسرعات لكن مفيش حد مميز مهاريا بشكل يعني تقول اللعيب ده تقلق منه. لا، كان ممكن الزمالك يعني ينزل يخض الفرقة دي باختصار كده، يمسك الملعب، يمسك نص الملعب، لكن ادار المباراة بشكل وحش قوي فيريرا. تغيير يعني بغض النظر بقى عن التغييرات اللي حصلت، ابراهيم انضاي مش عارف، انا يعني هسأله سؤال: هو كان في خطورة او كان في لعيب النهارده ارجل من سيف الدين الجزيري عشان تطلع سيف الدين الجزيري؟ طب انت طلعته ليه؟ يعني ده هو الوحيد اللي كان بيحاول، يعني مموت نفسه. الكرة الوحيدة اللي شكلت خطورة لصالح الزمالك كانت عن طريقه، وهو اللي صنعها لنفسه. يعني مش كوره مثلا اتعملت له اسيست، ده الراجل كافح ودخل وبقوه، دخل وسط 2 وعمل الفرصه.
فخروجه انا شايف خروجه كان يعني نقطة تحول سيئة جدا في المباراة بصراحة. انت عايز تنزل ناصر ماهر او مهاجم تاني، ما تلعب يا عم باتنين مهاجمين، انت محتاج تلعب باتنين مهاجمين. امال امتى هتلعب باتنين مهاجمين لما انت ما تلعبش في موقف زي ده باتنين مهاجمين؟ طبعا دونجا وسط ملعب نادي الزمالك بيعاني بشكل غريب. وانا عندي 40 سنة، ما شفتش في حياتي في عمري اللي فات ده نص ملعب نادي الزمالك فاضي بهذا الشكل. دونجا النهارده بصراحة يعني لا دفاع ولا هجوم. يعني طب انت ما بتهاجمش دونجا ماشي بيدافع، لا انت ما بتدافعش برضه. الهدفين انت مشترك في الهدفين على فكرة. يعني لا السيء دفاع نص ملعب الزمالك سيء. الزمالك محتاج لعيب في نص ملعب ينقل الكورة، يقدر ينقل لعب يوصل الفرقة. لا الزمالك بحاجة لصفقات في نص الملعب مهمة جدا يعني. مش هتكلم بقى كتير طبعا. زيزو انا مش عارف زيزو الصراحة، يعني علامة استفهام. زيزو علامة استفهام يعني، مفيش كلام. يعني الراجل عمال يتزحلق ويقوم مفروش ويقع ويعمل حاجات غريبة، وجاي مش شايف اللعيب قام داخل فيه عمال يبص للحكم. انت اصلا اللي مش شايف ان في لعيب هنا، انت اللي داخل فيه. ففي علامات استفهام كتير جدا. لكن في النهاية في النهاية تزعل على جماهير نادي الزمالك، هم دول اللي تزعل عليهم. لكن مجلس إدارة سواء أو لاعبين لا يعني الناس دي في حتة تانية وفي عالم تاني وجماهير الزمالك بقى يعني ليها ربنا طبعا. يعني موسم دمار، يعني موسم دمار. دوري أعتقد باي باي. ده لو عرف الزمالك بقى ان هو يوصل لمركز من المراكز اللي بتصعد لافريقيا وبتأهل لافريقيا. الكاس مع السلامة، ما قداموش خلاص غير البطولة بقى، الكاس التاني بقى اللي هو كاس الرابطة وطبعا بطولة لا تليق برضو بنادي الزمالك يعني، حتى لو افترضنا ان هم خدوها يعني. مش عايز اطول عليكم. اخر موضوع معانا بقى وفي النهاية تصريحات كابتن أسامة حسني الحقيقة. كابتن أسامة حسني انا بحبه وبحترمه جدا، وهو طول عمره كان لعيب راجل ولعيب محترم. وحتى وهو في الاستوديوهات التحليليه راجل محترم. لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. أنا بختلف معاه النهاردة. هو بيتكلم النهاردة إن لا هي دي بقى روح الأهلي، وإن إحنا شفنا الأهلي وعودة والكلام ده. أنا بصراحة شايف إن لا، يعني دي مش مباراة مقياس أصلا إن إحنا نقيس فيها لعيبة الأهلي بقى. لأن إحنا لسه لعيبة الأهلي لسه ما رجعتش على فكرة. أنت بتلعب فرقة لعبت 4 ماتشات خسران، يعني خسرت ال4 ماتشات سواء على ملعبها أو بره ملعبها. فأي نتيجة إن أنت ما تكسبهاش دي تبقى كارثة. فأمر طبيعي. أنا شايف إن النهاردة نتيجة مباراة الأهلي وقطن دي حاجة طبيعية جدا. مباراة تخلص 3-4 للأهلي دي حاجة طبيعية، وكان المفروض كمان مش عايز أقول بقى يعني كان المفروض تبقى النتيجة أكبر. لكن حاجة طبيعية. الحاجة التانية بقى اللي أنا بختلف مع كابتن أسامة فيها، إنه بيتكلم لا إن الأهلي جاب أفضل محترفين. ما عندك أهو بيرسي تاو وعندك أليو ديانج. لا احنا عشان نبقى بس متفقين يا كابتن أسامة، لا الأهلي جاب أفضل محترفين وجاب برضو أسوأ محترفين. ولازم أنت لما تيجي تذكر إن الأهلي جاب بيرسي تاو وجاب علي معلول وجاب أليو ديانج، لازم برضو تذكر إن الأهلي جاب جيرالدو وجاب باكاماني وجاب ميكسيوني ومشى أجاييه وجاب سافيو وما بيعملش فيه حاجة، وممكن أعدلك لعيبة تانية كتير. فلا احنا عندنا مشكله، يبقى لازم ان احنا نقول ان احنا عندنا مشكله وما نحطش راسنا ندفنها زي النعام. عندنا مشكله، وعندنا مشكله كبيره جدا في اسلوبنا في التعاقدات. انا عن نفسي ما اعرفش ايه المشكله او المشكله جايه منين. لكن احنا المفروض عندنا لجنه كوره، المفروض عندنا نجوم. رئيس النادي شخصيا هو اسطوره من اساطير او اكبر اسطوره في الكره المصريه. فعندنا مشكله، لازم نقول ان احنا عندنا مشكله. ما نجيش بقى ندفن راسنا بقى ونقول لا اصل احنا جبنا 2 3 جامدين جدا، ما احنا قصادهم جبنا 10 لعيبه وحشين جدا. انت دلوقتي الراجل اليو بادجي، فين اليو بادجي؟ اليو بادجي بيتالق بره، طب مشيته ليه؟ في لعيبه بتيجي سليماني كوليبالي جه ليه
ومشي ليه؟ في علامات استفهام كتير. فيعني ما نخشش بقى في ان احنا خلاص لا احنا بنجيب لعيبه جامده، لا هي مش بطيخه. انت المفروض بتجيب اللعيب في نادي كبير، لازم تبقى عارف اللعيب ده بيجي ينفع يلبس التيشيرت دوت. طبعا وارد جدا لعيب يجي وما يوفقش، دي حاجه طبيعيه، لكن مش بهذا الكم، يعني مش بهذا الكم من اللعيبه. في النهايه مش عايز اطول عليكم. اتمنى ان شاء الله بكره نادي صن داونز يقدم مباراه قويه قدام الهلال السوداني، وان شاء الله اتمنى تكون نتيجه في صالح النادي الاهلي، لان خروج الاهلي كمان هتبقى الحقيقه حاجه مؤسفه جدا للكره المصريه، ان قطبي الكره المصريه يطلعوا الاثنين من دور المجموعات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على خير، وان شاء الله ميعادنا في حلقه بعد مباراه الهلال وصن داونز. السلام عليكم.